أهلا. النهارده مغامرة صعبة شوية، هشوف هيحصل فيها ايه. انا عايز اقول لكم الدنيا غيمت حرفيا في اقل من دقيقة تقريبا، سحب ساقها الريح لحد هنا، حاجة غريبة. المهم النهارده انا رايح لمكان عامل زي الغابة كده، بس هو تقريبا محددينه، فالحكاية مخيفة شوية لان أنا ما روحتش قبل كده، حتى ما عرفتش اخد الباص اللي هو قدامي اللي هنا ده. مش فاهم اوي نظامه، فاضطريت اخد حاجه زي اوبر كده هتوديني هناك. هشوف بقى الدنيا هناك عامله ايه. الحكايه يعني غريبه شويه. وهوريكم الطريق. هو المفروض المكان هناك كانه غابه، حاجه تحفه كده، وفي شلالات تقريبا. هشوف معاكم المغامره دي وهنشوف الطريق عامل ايه. وانا منتظر كده التاكسي ده او الاوبر، جبت حاجه كده بيعملوها بالزيت كده، بالبيف وبالفراخ، فهجربها معاكم في السريع كده عقبال ما الراجل ده يجي. دي شكلها مش عارف هي عبارة عن ايه، ولا هي تقريبا بطاطس جواها لحمة مفرومة. بس مزيتة قوي، شوف حتى بقي عامل ازاي. تقريبا ده بيض وجواه لحمة. بيج ديل. خدت قطمتين معاك وانا خايف بصراحة توجع بطني، مزيتة قوي وانا لسه الطريق طويل، فهحترم نفسي. شكلها هتمطر دلوقتي اصلا، فاللي هي مش فارقة. كده كده هتعب. بس هنشوف الدنيا فيها ايه. احنا النهارده هنتشقلب بالكاميرا دي، ربنا يستر يعني، عشان المنطقة غابة، وانا هكون مركز شوية في اللي حواليا عشان ما تهش. وهنشوف هيحصل ايه. تقريبا ده العربية. يلا هجيلكوا اول ما اركب. سلام. وصلنا المكان، شكله روعة ولكن كبير. دي العربية اللي كانت جايباني الحمرا دي. الموضوع شكله كبير. انا هكلمكوا بقى وانا ايه سايب الكاميرا كده عشان تستمتعوا برضو، واشوف ده هيوديني لفين. تقريبا حد بيعمل هنا جرد او بيقطع في النباتات الجائرة. ثم بيزيكلي من اللي انا شايفه في حد كبير في السن اهو ماسك زي عكاز وقاعد بيتمشى، فهم مجهزين المكان تتمشى. بصراحة حاجة بسيط انها مش تضايق، بس الواحد جاي هنا عشان ما يسمعش صوت بني ادم يعني. بس هو اكيد بيعمل حاجة مهمة يعني. ريحة الورق اهو، فعلا بيجرد المكان بالآلة دي. لو بيعمل بجد حرفيا يعني، بيتعب، حاطط نفسه في المية دي، مجرى المية دي، وبيعملها. منظر تحفة على فكرة. الدنيا بتمطر اصلا، فهي هتكمل مطرة كمان شوية يعني، هي بتقف وتبدأ. جو حلو مش وحش لحد دلوقتي. مش شايف يعني في شمس قوية، ومفيش مطر لغاية دلوقتي، بس كانت بتمطر وانا جاي. منظر تحفة الصراحة. شايفين في حد كبير في السن اهو ماشي بالعكاز بتاعه، فأكيد المكان حلو مش وحش للمشي يعني. اهو فعلا اسفلت. في هنا اماكن بقى انت بتقعد فيها ولا ايه؟
تبدأ تتمشى. انا بدأت اسمع صوت الرعد، ربنا يستر بقى ما تقلبش المطره جامد. هو انا معايا الشمسيه وكل حاجه، مجهز نفسي، بس يعني إيه الجمدان ده. انا بصراحه حاسس ان انا في، عارفين عالم الديناصورات؟ مكان تحفه. انا مش عارف ايه حجم الاوراق دي، ما شفتهاش في حياتي. ايه حجم الورقه دي؟ اطول مني. دي ايه مثلا 3 متر الورقه دي بس؟ ايه يا جماعه ده؟ بيلعبوا هناك بالكوره كده. بصراحه مكان مناسب. انا حاسس حرفيا ان انا في عالم ديناصورات. بيضحكوا عشان الست الكبيرة عايزة تعدي، فمستنيينها تعدي. اهو سمعتوا صوت الرعد ده؟ مكان، يا نهار ابيض، الطيور نفسها اتوترت. هيخلوني اسرع عشان هما بيلعبوا. يا الكبيرة في السن دي شكلها عارفة المكان، بتسلم على الناس اللي موجودين. يا جماعة انا مش عارف اوصل لكم قد ايه حجم الورق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي عامل زي النخل ده. اظن مترين، مش طبيعي. على فكرة ده اظن اصلا نبات بيبقى زينة عندنا، بيبقى غالي قوي. ولا ده واحد شبهه؟ مش عارف ده واحد شبهه ولا ايه. بس يا جماعة بصوا، الورق الصغير بيبقى قد كده. شفتوا اللي هناك ده حجمه بقى عامل قد ايه؟ ده قد كفي. التاني ده طولي مرتين. التاني مثلا ده هتلاقيه 3 متر مثلا، ولا مش عارف ايه الحاجات الغريبة دي. هناك اهو عاملين الخريطة. انا سامع صوت الشلال من هنا، ولا ده مجرى مياه؟ بس اصل في هنا شلال المفروض. المهم المكان تحفة بصراحة. مفيهوش بني ادم، هي فعلا شلالات كده، شكل شلالات صغيرة. بس اظن في شلال اكبر من كده. صوت المية اصلا تحفة. صوت طاير فظيع. انا ممكن ابقى اقطع في الفيديو كل شويه، لا اما هسيبهولكوا كده تستمتعوا. بس انا ساعات بحب ان انا امشي بصمت كامل وسط الطبيعه دي، تبقى حاجه تحفه يعني. تحفه. ده اسمها على فكره يا جماعه اظن لوان ديان، حاجه زي كده. بيقول لك خلي بالك احسن يقع عليك غصن ولا حاجه، فتركز. بيقول لك ما تلعبش ولا ترش ولا تجيب كلبك ولا تاكل حيوان ولا اي حاجه هنا. مكان فظيع الصراحه. انا الصراحه ايه، وانا بكلمكم كده ممكن اوقف للحظه عشان هفتح الماب، عشان اعرف، عشان كل ما ادخل اعرف اطلع ازاي. عشان انتوا شايفين المنطقه قاعده تدخل تدخل تدخل، عامل زي صندوق بندوره ملوش نهايه. فنشوف. بس قبل ما نروح هناك انا عايز اوريكم، يا كنت هقع من دلوقتي. عايز اوريكم من هناك. ده كده مثال، فاكرين اللي انا قلت لكم قد الكف؟ بس شوفوا هنا بقت قد ايه. شايفين ايدي يا جماعه؟ شايفين حجمها؟ منظر فظيع. هوقف للحظه وارجع لكم من نفس المكان ده عشان نعرف احنا هنمشي ازاي. رجعت لكم. يلا ناخد الشنطه الجميله دي ونكمل طريقنا. في هنا طائر
تفهمش ماله في ايه، قاعد بيصرخ بقاله ساعتين. مش فاهم هو عايز ايه. ايه يا جماعه، ده صوت الكوكتيل. عارفين الكوكتيل ده بداية البغبغانات، بس لا ده هو طائر صغير تقريبا ولا ايه. هو هنا بس مش هتشوفوه. هل ده هو اللي بيلعبوا؟ لا دي عصافير عادية. لا 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 ده بينزل. طيور غريبة اوي. المهم احنا لازم نكمل هذا الطريق. طبعا هنا مليون معلومة زي ما قلتلكوا، دي الواحد يخاف شوية منها. تحفة، طبيعة خام. شايفين يا جماعة طول النخلة. انا بس عايز اوريكوا عشان انتوا مش مركزين الاحجام هنا عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، شايفين دي حجمها قد ايه؟ انا عايز اوريكوا انا يعني انا كبني ادم مش عايز اقع. بس شايفين؟ استنوا، النخل انتوا عارفين حجمه، بس مش عايز اقرب هناك عشان خايف لا اقع الصراحة. بس عايز اوريكوا بس يعني حاجة سريعة افهمكم. بصوا الشنطة دي كلها، ودي حجمها قد ايه؟ انتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين دي حجمها قد ايه؟ فكله هنا كده. الدنيا كانت بتمطر بسيط، فالحتة هنا مطينة بسيط، بس عادي عادي. يلا نكمل المغامرة دي. احسن حاجة الصراحة انهم حاطين في كل حتة قاعدة. امبارح اما كنا في البارك اللي موجودة في كوالالمبور في وسط الابراج، كانت تحفة وكله كبيرة وتحفة. بس ساعات بتلاقيها مليانة عشان الناس بتروح هناك تجري، عاملين مكان للجري، فبتلاقي الناس بتجري وبتعمل ايه يا جماعة ده. المكان قاعد بيسكت كل شوية. انتوا ملاحظين صوتي بيبقى كأني انا لوحدي اكتر كل شوية؟ ايه الجمدان ده. وهيكون في هنا حيوانات. انا عايز اقول لكم كمان ان دي تعتبر غابة محددة، يعني هم عاملينها معروفة حجمها، فاهمين؟ في حتة تانية بقى انا ممكن ابقى اروحها، بس انا عايز اروح دي مع مجموعة مش محددة، انتوا فاهمين؟ يعني مع نفسك كبيرة داخلة على الغابة اصلا الاساسية، فدي اظن بيروحوا لها. يعني دول هم جروب مع بعض وعرقانين وتعبانين، مكان كبير مش صغير، فحاجة تحفة. هو الراجل ابتسمني وانا ما خدتش بالي، هشوف في الكاميرا بعد كده. اصل الترحاب عندهم هنا حاجة تحفة يعني، فبتعتبر من قلة الذوق انك ما تبتسمش مثلا او كده. شوفوا بيقعدوا في ثانية. الواحد بدأ يتخض لانهم معاهم العصيان بتاع الهايكنج دي اما انت تتعب، وانا رايح بحتة كيس. مكان عملاق. حاجة تحفة، بس ممكن تخوف بسيط. هي الدنيا ليلت عليك هنا ولا؟ اكيد عشان كده بيقفلوها بدري بدري. شوف الغصن قد ايه اصلا. اعوذ بالله، ده غصن وقع تقريبا بسبب البرق او حاجة. يا ربنا يستر. انا مش عارف اوصل لكم يا جماعة الورق اللي هناك ده مش ورق اللي انت بتشوفه في الشارع، بس مش عارف افهمكم ازاي. ده حجم بتاع ديناصورات. انا دلوقتي عرفت حرفيا الاحجام كمان كانت اكبر.
عارفين كان في نظريات كتير بتتكلم عن ان في غابات قديمة بتبقى الشجرة عبارة اصلا عن مدينة كاملة كده، بتبقى طالعة، وبيقال ان الجبال اصلا من الاشجار دي بعد ما اتحجرت. حاجة مرعبة، نظرية مرعبة. بعد ما الواحد بيشوف الاماكن دي بيبدأ يفكر تاني. وانا سمعت صوت طاووس بس سكت. اهي دي العصافير اللي عاملة الدوشة دي كلها يا جماعة. صغير بس ايه، دوشة. بدأت اتخض، في اصوات حاجات اتحركت، الواحد بدأ يتخض شوية عشان المكان بدأ يبقى كأنه مهجور. مش عارف اطلع اكتر من كده ولا ايه. بس تعب، الطلوع ده تعب. مش عارف اعمل ايه، المكان ده بصراحة يقفل اي حد من اي حاجة. يا الهي، حركاتي مجنونة. في واحد نازل اهو، في بني ادمين على الاقل، واحد بيتخض. ده ايه نزلها جري. المهم ما نتخبطش في بعض. انا حاسس ان حجم السلالم نفسها بدأ يكبر اكتر. شايفين هنا سلم صغير فجأة تلاقيه حجمه كبر. بتاع ده ما بيخلصش شكله. يا الهي، تاني الولد كان تحسه مستحمي من كتر ما هو عرقان. يا الهي، شوف احنا مشينا قد ايه. عشان اللي يشوف الفيديوهات دي يعرف ان الحكايه فيها مغامره. مغامره كبيره. طبعا هو انا اخري اللي انا كنت بشوف، لو تفتكروا زمان ام بي سي 3 مثلا، اللي هو هاي سفاري. هاي سفاري، فاكرين الام بي سي كانت بتعملها دي؟ بس انك تبدا تشوف الحتت دي كده حاجه تانية خالص. وكمان ايه، المكان ده مجهز. لو غابه انا معرفش الواحد هيقدر يستحملها ولا لا. طبعا انتوا سامعين من نفسي اللي انا بدات اقطع نفس، بس احنا قربنا. دول تقريبا 300 سلم مثلا، لان انا كنت رحت عندهم المعبد ما تعبتش كده. شوف من وسط كل ده هتلاقي الاخضر ده في الرسالة ليا اللي هو never give up. شوف هنا يا جماعة، شكلها اصلا مختلف، شكلها ثلاثي غير الكبيرة اللي شفناها، شكلها نجمة. طبعا هنا واضح انه عاملين مسار للمية. لو الحكاية قلبت مطر زي ما انتوا شايفين على النبات ده، فيه اصلا شوية بقايا من المطر اللي كان فيه من شوية. بصوا يا جماعة، احنا في غابة حرفيا. اتاريهم بيلبسوا لبس مش الهايكنج بس، بيلبسوا كمان لبس الرياضة. ايه ده، انا افتكرت ده اخره. هو ماشي لحد فين ده؟ ربنا يستر. شوفوا دي تحسها مخوخة، ممكن تقع، فلازم الواحد يركز. خلاص دي القمة بيقولك،
غير كده بقى انت هتنزل، شايفين بيعملوا زي فتل حوالين الاشجار عشان انت تعرف انت جاي ورايح فين، فالحكايه ممكن تتوه فيها. في صوت حاجه جايه من هنا بس كفايه عليا كده، هنزل. بس انا فاهمكم في غابه يعني. يعني الناس اللي كانوا الاتنين الشباب والعواجيز دول، او الرجاله والعواجيز ما كانوش شباب قوي، كانوا دخلوا الحتت دي وهم اللي عملوا الاعلام دي عشان يعرفوا رايحين وجايين منين. شوفوا ايه الجمدان ده. بس بصراحه ده عايزه ايه، لا اما واحد قلبه حجر ودي اول مره ليا، وده اسمه ترمي نفسك للتهلكه. تاني حاجه لا اما تكون مع جروب بقى، والجروب ده يعني ايه، يعني معاهم مرشد حافظ المكان ده عن ظهر قلب، يعني عارفه زي ايده. مش عارف اوصلكوا الحكايه مجهده قد ايه غير بالمنظر ده، هتلاقيني بتصبب حرفيا. هسيبكوا ثواني بس، هاخد صورتين وارجع لكم. انا حاسس ان انا قريب للطياره من الارض الطياره هناك. سلام ثواني. انا خدت جوله هنا ونزلت من شويه، احنا كنا قاعدين نطلع من هنا. المكان صراحه تحفه، وزي ما شفتوا في اماكن كمان جوه بس محتاجه مرشد. الاماكن اللي انا شفتها يعني المساحه كبيره بس مش مميته، يعني مش كبيره قوي يعني. بس في اللي جوه في الغابه نفسها اللي ما فيهاش بقى طرق زي دي ولا سلالم ولا كده، لا كبيره. بس دي طبعا ما يدخلهاش غير واحد فاهم عشان ما يتوهش. يعني زي ما انتوا شفتوا احنا واحنا ماشيين كان في ناس معاهم عصيان بتاع الهايكنج دي، ومعاهم حبال صغيرة شرايط كده بيعملوا بيها، بيعلموا بيها الأشجار. الحكاية مش سهلة، الحكاية مش هزار يعني. انت ممكن تقول انا حافظ الطريق ومش حافظ الطريق، بس انت بمجرد ما تدخل يمين في شمال، شمال في يمين والكلام ده، هوب هتلاقيك ايه، مش عارف انت فين. فلازم يبقى في مرشد وحد فاهم. انا طبعا كل شويه في هنا قرود، على فكره انا صورت قرد من شويه، فانا كل شويه اتلفت عشان ايه يكون ممكن يكون فوقيه. بس مكان حلو، مكان حلو ولطيف وهادي بطريقه تحفه. فانت لو من محب عايز كده، مش لازم تكون من محبين الاسترخاء والريلاكسنج، لا لا، انت ممكن تعمل يوم كده تيجي هنا. شوف، يوم بس تيجي هنا تقعد. لو انت في ماليزيا، ايه، تيجي هنا تقعد شويه في صمت. سامعين صوت المية اصلا؟ كفايه الصوت ده اصلا. والفراشات وعرايس البحر، فده كفايه قوي يعني. يوم كده استرخاء. هو مفيش هنا شط، هو هنا يعني في ناس يحبوا على فكره الهايكنج زي السباحه. فانت لو من محبين الطبيعه وكده، لا انت لازم تجرب. وثانيا مش تجرب هنا بس هنا بصراحة أحسن من اللي أنا كنت هروحه التاني. ليه؟ لأن هنا محدد، يعني مكان محدد، وزي ما أنت شايف كل شوية في قعدات في حاجات. التاني ده غابة، فأنت أول ما هتيجي هتتدبس لو أنت مش فاهم في حاجة أو مش جاي مع جروب أو كده، لا أنت ممكن تتوه. فخلي بالك من الحتت دي يعني. مكان هنا تحفة. أنا برضو هبقى أكتب لكم اسم المكان من تحت في الديسكريبشن برضو تشوفوه. حلو، لا تعالوا لازم تجربوا، بالذات لو انتوا اكتر من واحد كمان. في هنا عرب كتير، في هنا ناس عرب كتير. ولو انت بتسمع الفيديو ده في المستقبل بالترجمة، لا تعالى هنا هتفيدك. يوم كده بعد عن الناس، بعد عن الدوشة. انا رحت امبارح البارك بتاع كوالالمبور، مريحة بس مش زي هنا مفيش. فهنا احسن في الحتت دي. فتعالى جرب، تعالى استرخي. من اول المرات على فكره بصراحه اللي انا اجي في غابه كانها غابه. سيبك من الحتت دي، هنا كانها جنينه، بس لا جوه غابه. ده يمكن ارجع بس بالفيديو هتفهم
ان في طرق جوه الغابه كمان غير السلالم اللي عاملينها دي. فلا في غابه، فانت لازم تيجي ممكن مع مرشد. انا ممكن اسال لو في مرشد، بس انا بصراحه ما شفتش معلومات كتير هنا. ممكن يبقى فيه بس انا ما خدتش بالي يعني. so يمكن كده خلص يومنا. لو انا رحت حتة تاني فينا فراشات الوان جميلة، الاصفر وابيض، حاجة تحفة. مش عارف اجيبها مش عارف ظهرت. جت جنب الكاميرا بالظبط كأنها بتورينا نفسها. انا عايز اقول لكم يا جماعة، الورق ده انا وريته لكم حجم ديناصورات مش حاجات للبشر. وشوف النخلة اصلا، شوف حجمها قد ايه. ايه دي؟ ده نوع يا جماعة غير النخل اللي احنا عارفينه ده، اللي هو التمر. ده زي نخل زينة بس بتحسه ده معمول للديناصورات مش لبشر. كل الأوراق هنا كده يعني. دي ممكن تلاقيها مثلا آه، داخلة في 8 متر مثلا أو حاجة زي كده. ما يغركش إنها من بعيد. نفس القصة هنا هتلاقي دي 5 متر. هنا ده بحجم مثلا بيت داخل على 3 أدوار. فأنت تقيس شوف دي فين. هنا كأنها دورين مثلا. شوف بقى احسب بقى 10 متر ولا كام. وهنا أطول بسيط. النخلة نفسها هنا شوف دي، هنا الفرق بين هنا وهنا مش كتير. فأحجام تحفة. واشكال برضو مش هتتعوض. ومكان زي ما قلت اللي هو محاط، فانت مش مخضوض لو حصل اي حاجة. لو انت مثلا مش بتعرف في المغامرات الزيادة دي. بصراحة ما اعرفش بصراحة. ريحة ياسمين قوية جت او فل. لا ده فل، ريحة حلوة اوي. ما اعرفش بصراحة ازاي اليوتيوبرز اللي بيدخلوا في الغابة وبيبدأوا يعملوا كهف ومغامرة جامدة. بس اكيد دي مش اول مرة ليه، ما اظنش دي اول مرة ليهم. واكيد اللي هم عندهم بيزكس السرفايفنج، اللي هو برضو حكاية. اما بتيجي في الموقف سيبك من كل اللي في دماغك ده. انا برضو قلت عادي اول ما اروح هجيب الحاجات البسيطة ولاعة ما اعرفش ايه وهسرفايف. لا الحكاية حكاية مختلفة. يعني انا بمجرد ما شفت قرد، مع انه حجمه قد كده وهو بعيد عني بس انا لوحدي مفيش بشر، انت بتحس انك في بيئته، فانت ما تعرفش دماغه رايحة فين. فيعني في فيو تانية خالص بتشوفها اما بتكون في الموقف. اما بتكون وسط قرود، وسط قبيلة من القرود على الشجر وانت لوحدك كده زي طرزان مع نفسك كده. لا الحكاية غريبة. ممتعة بس غريبة يعني. اول مرة كويس ان انا جربتها فعلا. سعيد بالتجربة دي. بس هوقف لحد هنا عشان ممكن اتكلم 200 سنة هنا في الحتت دي. بس في التفاصيل لو حابين اعمل فيديو تاني هنا قولوا لي وانا اجي بقى احط لكم في التفاصيل. بس انا ممكن اروح المكان التاني اللي هو بقى في غابة. يعني ده في وسط المدينة. هو غابة بس المدينة اتعملت حواليها، مدن اتعملت حواليه بس هو غابة. التاني ده بقى غابة اللي هو انت والنوير. يعني هو في نهاية في حدود المدينة وبعد كده بيطلع على غابة بقى للأبد بقى. يعني لو انت بالطيارة هتحس انك دخلت غابات للأمازون. فده اللي يخوف بقى. فكويس اللي انا جربت هنا الاول عشان اعرف الاحساس. الحكايه هناك مش سهله. انا قلت اجي هنا حاجه محدوده وانا فاهمها، عشان على الخريطه شفتها محدوده بس طبعا على الخريطه بتبين لك كل حاجه كده وهي ما بتنتهيش يعني. فلا الحكايه محتاجه يعني تعمل خطه كده انت هتعمل ايه وهتاخد ايه ومش هتاخد ايه. بس تجربه حلوه. هسيبكم لحد كده واشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.